السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. كلمني النهارده من الجوف الدكتور محمد رويزق، من الناس المتابعين، الناس المحترمه جدا، وكان يعني بيقول لي ان هو متواصل دايما مع الصفحه عندنا، وان هو بيثق في راينا بشكل كبير جدا، ويا رب يجعلنا يا رب اهل الثقه. الراجل بيكلمني على البي واي دي سونج بلس، او بيسالني يعني راي حضرتك في فئات البي واي دي سونج بلس اللي موجوده في السعوديه. هي نازله عند الفطيم في السعوديه كوكيل لبي واي دي، وبيقدم 3 فئات في العربيه، غير عندنا الوكيل بيقدم فئه واحده على ما اعتقد. هنزل لحضراتكم المقارنات طبعا بتاعه الفئه دي فيها ايه والفئه دي فيها ايه، اللي هي الفئات اللي في السعوديه والفئات اللي موجوده عندنا. احنا بنتكلم عن العربيه الدي ام اي اللي نازله في بي واي دي، اللي هي السونج بلس فئه الدي ام اي. طيب، هو الموضوع باختصار كده ان هو بيقول لي يا ريت تقول لي راي حضرتك في العربيه دي، او عايز اختار فئه من الفئات لان عليها خصم دلوقتي في السعوديه، وهو عايز يختار فئه من الفئات اللي موجوده، ال3 فئات اللي موجوده اللي منزلها الفطيم في السعوديه، عشان يشوف انهي انسب. فانا ما تسرعتش في الرد الحقيقه، قلت له خليني او ابعت لي اسعار الفئات، وانا هدرس الموضوع ان شاء الله وارد على حضرتك واقول لك ان شاء الله ايه الفئه الانسب والافضل، لان انا ما اعرفش الفروق بين الفئات بصراحه في السعوديه او في البي واي دي، في الدي ام اي في السعوديه اخبارها ايه، عشان برضو لما نقدم معلومه صادقه، ويعني الناس بتثق في راينا، وربنا يجعلنا يا رب نقول الراي الصحيح يعني. هم عندهم في الفتره دي خصم على العربيات قيمته 15% في العربيه دي تحديدا. خلينا نقول سريعا كده ان طبعا الدي ام اي في السعوديه يعني طبقا لوجهه نظري انا هيبقى مفيد اكتر او هيبقى عملي اكتر من العربيات الكهرباء شويه، لان طبعا المسافات في السعوديه مسافات ضخمه، مسافات عملاقه كبيره جدا. فانا عشت فتره في السعوديه، فعارف طبعا المسافات هناك، طرق سريعه وكبيره، والاراضي صحراويه، وامكانيه ان هم يحطوا محطات كتيره على الطريق دي صعبه شويه. الحاجة التانية الا لو كانت بقى طبعا جوه المدن، انا بتكلم كسفر بين المحافظات عندنا هيبقى اسهل شوية، لان عندنا بين المحافظات بتلاقي في قرى وفي مدن ما بين المحافظات، لكن في السعودية الكلام ده مش موجود. بالاضافة لان عندهم برضو البنزين في السعودية يعني سعره افضل شوية من السعر في مصر، فبالتالي حتى لو العربية هايبرد او عربية بنزين هيبقى استهلاكها او معدلات يعني استهلاك العربية او يعني الانفاق بتاع العربية بيبقى اقل شوية، فبالتالي بتبقى عربية أنسب يعني لو اشتريت بنزين أو هايبرد في مصر. العربية يا جماعة في السعودية البي واي دي الدي ام اي دي منزلينها 3 فئات. خليني أقول لحضراتكم مسمينهم إيه. في حاجة اسمها الديزاين، وفي فئة تانية اسمها البريميوم، وفي فئة تالتة اسمها في حاجة اسمها الديزاين دي 4 ويل درايف، اللي هو فورورد اف دبليو دي، يعني الفورورد ويل درايف. وفي بعد كده الديزاين الاول ويل درايف، وبعد كده في اعلى فئه اللي هي البريميوم اول ويل درايف. تمام كده؟ يا اهلا وسهلا حاج رضا، ربنا يحفظك يا رب. دول ال3 فئات اللي نازلين في السعوديه بتوع البي واي دي سونج بلس. طيب ايه بقى دي بتزيد عن دي ايه؟ وهقول لحضراتكم الاسعار برضه. الفئة الأولانية خلينا نقولها مثلا بالسعودي 96,000 ريال، ما يعادل 1,350,000 جنيه مصري. مالناش دعوة بالكلام ده طبعا، لأن طبعا السعر يعني أو العملة مختلفة قيمتها ما بين دولة والتانية، فما ينفعش نحسب كده، بس بقول لكم تقريبي يعني. طيب بعد كده أول فئة دي يا جماعة بتبقى فئة بيزك. التانية بقى اللي هي الديزاين الأول ويل درايف تزيد عنها إيه بقى؟ بدل 320 حصان 320 حصان بدل 265 حصان في الفئه الاولى. فرق كبير جدا. انا 320 حصان عربيتي مثلا 320 حصان فعلا، فلما تركب عربيات 320 حصان وفي فرق 265 حصان، لا الفرق كبير قوي. التسارع طبعا هيبقى مختلف جدا، 5.9 بدل 8.3. تمام. طيب نظام دفع كل العجزات اول ويل درايف بدل الدفع الامامي. تمام كده؟ طيب لا هي نازله في السعوديه اسمها سونج بلس على فكره. لحظه واحده بقى عشان اكد على المعلومه، لحظه واحده. لا مسمينها سونج بلس في السعوديه، منزلها الفطيم، مش مسميها سيريال 06 زي عندنا، لا لا لا، مسمينها
سونج بلس عادي خالص، تمام كده، ومنزلين الكونفيجريشن على كده، ومنزلين كتالوج هنزله لحضراتكم في الكومنتس يعني. طيب نيجي بعد كده الشاشه 15.6 بدل 12.8، ده فرق كبير. رفاهيه الكراسي فيها الكراسي الاماميه في تدفئه وتهويه، ودي مهمه جدا بالذات التهويه، لان درجات الحراره العاليه بتحتاج فيها التهويه بشكل كبير قوي. بعد كده الكرسي السائق بيتحرك في 8 اتجاهات بدل 6 اتجاهات كهرباء، والكرسي التاني كهرباء بدل ما هو مانيوال. والاضاءه الداخليه امبيونت لايت بالوان متغيره بدل لون واحد. ده الفرق ما بين الفئه الاولى والثانيه، طبعا فروق كبيره جدا. الغريب بقى اللي انا لقيته، الغريب قوي يعني اللي انا لقيته، والكلام ده على فكره موجود يعني مثبت عندي، ان الفرق ما بين الفئه دي والفئه دي 85,000 جنيه مصري بس، يعني بما يعادل 85,000 جنيه مصري. لا السيليون 07 لا مش موجوده حاليا، ما اعرفش والله سعرها حاليا كام، ما اعرفش فعلا يعني. طيب نيجي بعد كده بقى في الفئه الثالثه اللي هي او الفئه الاعلى في العربيه دي يعني اللي موجود عندهم يا جماعه. دي بتزيد في النظام الصوتي 10 سماعات من نوع انفينيتي بدل 9 سماعات، وفيها هيد اب ديسبلاي، والمرايه الداخليه بتبقى تعتيم اوتوماتيك بدل ما تبقى تعتيم مانيوال. دي الفروق كده، وبرضه هنزلها لحضراتكم في كومنت ما بين الثلاث عربيات. والغريب بقى اللي انا لاحظته ان الفرق بين الفئه الاولى والثانيه كان 85,000 جنيه مصري، بينما الفرق ما بين الفئه الثانيه والثالثه اللي هم الثلاث حاجات بساط اللي انا قلت لحضراتكم عليهم في الكونفيجريشن دول تقريبا عاملين كام بقى؟ عاملين تقريبا يعني رقم غريب يعني استغربته بصراحه، 335,000 جنيه. رسالتي الى الدكتور محمد رويزق في السعوديه في الجوف، اشتري الفئة التانية وابعد عن الفئة التالتة، ما تدفعش 330,000 جنيه علشان خاطر هعمل مراية تعتيم وهيد اب ديسبلاي و يعني انا مش فاكر الحاجة التالتة ايه، بس كلها كانت حاجات تافهة يعني بصراحة. والسماعات. رسالتي الى الدكتور محمد، اشتري، توكل على الله. الفئة التانية فئة كويسة جدا وممتازة. الفئة التانية دي فيها كل الكماليات واول ويل درايف وما شاء الله تبارك الله، فيها كل حاجة يعني بتقول بابا وماما، مش هتفرق مع حضرتك خالص المراية التعتيم. والعربية تقريبا بما يعادل 1,430,000 جنيه مصري. يلا هنكتب لحضراتكم في الكومنتس ان شاء الله الفرق ما بين العربية بقى بتاعت السعودية في الكماليات والعربيه بتاعت مصر اللي هي الدي ام اي BYD سونج بلس دي ام اي. احنا مسمينها، هم هناك في السعوديه مسمينها سونج بلس، احنا جينا في مصر معلش يعني سميناها سيليون 06 في الوكيل. تمام، اشوفكم على خير وتحت امركم في اي استفسارات. كل الاستفسارات اللي طبعا اللي كتبت هنرد عليها ان شاء الله. اشوفكم دايما على خير والسلام عليكم.